وصفة اليوم راح تكون البان اللي يجي خفيف كي القطن بواحد البنه هايله. الحاجه الاولى نخدم لانغريديون ماجيك اللي هو لو تانغ، نحط لا فارين والماء فوق النار، نتحصل على هاد لوغو نخليه يبرد. في بول تاع البيتخا نحط لا فارين ماما لا تي 55 الخاصه بالمخبوزات، السكر، الملح، الخميره، الحليب بودره، نخلط النواشف ونزيد الحليب وحبابات ولوغو ديالي. نعجن مده 4 دقائق سرعه متوسطه، وكي نزيد الزبده نزيد في لا فيتاس ونخليها تعجن 6 دقائق، نغطيها ونخليها تخمر ساعه. في هذا الوقت نوجد اون كونفيتور تاع البامبلوموس اللي كنت غسلته وبيدته في الماء، زيستيته غليته 5 مرات، حطيت شويه ملح شويه بيكربونات باش نقص المروريه، قسمتهم وحطيتهم يطيبوا في ان سيرو. نولي لعجينتي اللي لقيتها مفشفشه، قسمت سيبول كنت وزنتهم كاع كيف خليتهم يرتاحوا 15 دقيقه وفتحت كل وحده بهذه الطريقه. دخلت في المول وخليتهم يخمروا 30 دقيقه. دهنت الوجه بصفر مخلط بالحليب، كنت حطيت شويه حليب زياده باش لا كولور تاعو ما تجينيش فرونسي. دونك من بعد طيبتهم على 180 درجه مده 25 دقيقه. بريوش هذا ولا هاد لو بان اولي من قوه اللي خفيف كيما تعرفوه يولي كيما كان جا بزاف هايل، سورتو avec la confiture de pamplemousse. ننصحكم تجربوه، راهو على ضمانتي. à d'autres recettes. سلام.